يعني بعد كل الهري ده اخد دوري ابطال اوروبا بديمبلي وكافارا ودوي، وكمان اخد دوري ابطال افريقيا بقطه ولاشين واحمد الشناوي؟ والله العظيم انتوا اكيد بتهزروا. باريس سان جيرمان بعد ما كان بيضم اكبر لعيبه العالم واخرهم ميسي ونيمار ومبابي، سكواد حرفيا مرعب، وثلاثه قدام ياكلوا اللي قدامهم مهما كان مين وبيعمل ايه، في الاخر بياخد دوري ابطال اوروبا بلويس انريكي وسكواد ما تعرفش فيه اي بني ادم. عايز اوضح لك بس ان باريس سان جيرمان عمره ما خد دوري ابطال اوروبا في تاريخه، على الرغم من انه عدى عليه كميه نجوم لا تعد ولا تحصى. بتتكلم في ميسي، نيمار، امبابي، ابراهيموفيتش، بيكهام، جورج ويا، جان لويجي بوفون، داني الفيش، ورونالدينيو. حرفيا لو قعدنا نعد مش هنخلص كم النجوم اللي جه لنادي باريس سان جيرمان. ولكن في الاخر سياسه الاستثمار مش انك انت تقعد تشتري في لعيبه غاليه جدا وقيمتها التسويقيه عاليه وهم فنيا اقوياء، ولكن الفكره كلها في انك تبني سكواد كويس يقدر ينافس بعد فتره من بدايه المشروع بتاعك. وده بقى اللي حصل في باريس سان جيرمان، وكمان حصل في نادي بيراميدز. بيراميدز لما اتعمل مكايده في الاهلي، وحرفيا جبت فيه كل اللعيبه اللي ممكن تتخيلها واللي مش ممكن تتخيلها. واول لما الفكر اتغير وجه يوريشيتش وبدا يبني فريق محترم، سكواد كويس ما تعرفش فيه حد خالص الا ممكن رمضان صبحي، حاجات بسيطه كده، فعلا بيراميدز هو اللي باني النادي ده، وهو اللي عامل النادي ده، وهو اللي بنى اللعيبه. وفي الاخر السياسه بتاعه الاستثمار الصح هي اللي بتولد البطوله. واخيرا الف مبروك لنادي باريس سان جيرمان، والف مبروك برضو لنادي الزمالك اللي توج بالبطوله السادسه في تاريخه وهميا امبارح في دوري ابطال افريقيا، قصدي بيراميدز اول مره في تاريخه.